هلو. هاي جايز، ازيكم يا شباب؟ انا هنا النهارده عشان اتكلم على البروجرام الاساسي بتاعنا. البروجرام ده اسمه CSCP Cancer Survivorship Care Program. ده بروجرام بيتعمل للكانسر سرفايفرز بعد ما بيخلصوا العلاج. والهدف من البروجرام ده انه بنورك على الحاجات اللي ادت لحدوث الكانسر، بنخمدها عشان ما يرجعش للتاني مرة او لتالت مرة. ده بروجرام بيتعمل في امريكا من 96 ومعتمد ومهم جدا لدرجة ان في كل نيبرهود في كل حي في امريكا بيكون في مكان بيتحولوا البيشنتس بعد ما بيخلصوا رحلة العلاج عشان يعملوا CSCP، وهو بيشتغل على الأسباب اللي أدت للكانسر. actually هو طبعا كلنا عارفين كانسر ده مش بيجي suddenly كده مرة واحدة. هو عبارة عن accumulated factors، يعني factors متعددة جدا بتؤدي للكانسر، أو جينات وراثية بنكون خدناها من أهلنا، جينات ضعيفة، أو بيكون ميوتيتد جينز، جينات متحولة. فدول الثلاث أسباب اللي بتؤدي للكانسر. أول حاجة الأكيوميليتد فاكتورز أو الأسباب المتعددة اللي بتؤدي ليه، إحنا بنتعامل معاها، بنخمد الأتموسفير اللي بيعيش فيه الكانسر سيل، سواء التهابات، تلوث خلوي، يعني بروتوكول كتير في حاجات متنوعة. أو الميوتيتد جينز، فإحنا بنعدل الجينات الوراثية المتحولة، بنعدل التحول في الجينات أو الجينات اللي بنورثها من أهالينا وهي بتكون أساسا جينات ضعيفة. البروتوكول بتاعنا ده 6 شهور، كل شهر بناخد فيه 2 أو 3 هيلث جول بنشتغل عليها. احنا عارفين انه طبيعة المصريين هم يحبوا متابعة، فاحنا عندنا التيم بتاعنا بيتابع مع كل patient 24/7. كل يوم هو عمل ايه من ساعة ما صحي لغاية ما نام، عشان يعرف ان هو ماشي properly على البروتوكول بتاعه. ولو هو faced اي مشكلة فبيقولوا المشكلة دي ازاي يتغلب عليها. بستعد ان احنا بيكون عندنا regular مواعيد نتقابل فيها عشان نعمل اي تحديث في البروتوكول بتاعنا. احنا بنحترم الطبيعة البيولوجية بتاعت كل بني آدم. كل بني آدم بيكون له بروتوكول مختلف عن التاني طبقا لحالته وطبقا للهيلث هيستوري بتاعت العيلة بتاعه، فبنعمل موديفيكيشن، بنعمل تعديل في البروجرام طول ما احنا ماشيين. كمان احنا عندنا أجهزة حلوة قوي جايبينها من أمريكا. الجهاز ده بيديبكت، يعني هو بيخش بيعمل ديبكشن في الجسم في 47 أورجن، وبيبعت البالسز بتاعته لأمريكا. بيجي لنا ريبورت من 26 ل 30 صفحة. الريبورت ده بندسكسه مع كل حد، بنناقشه، بنشوف المشكلة في أنهي أورجن والأسلوب اللي هنتناوله علشان نصلح المشكلة دي إيه. احنا مش بنستخدم غير الأكل والناتشورال ميديسن، ما بنستخدمش أي كيماويات تانية على الإطلاق. بعدين بنشوف هنمانج المشكلة دي إزاي. بنركب لكل حد بعد ما بيطلع لنا ريبورت وبنديهولك على فلاشة، بنركب لكل حد بروجرام صغير بيشتغل ان هو يدي بالسز عشان يصلح الاورجن اللي متعطل ده. وبعد ما بنعمل البروجرام، سواء هياخد 10 ايام، اسبوعين، whatever، بنعمل التحاليل بتاعتنا تاني علشان نعرف ان احنا ماشيين on the proper line. احنا معانا فريق اجانب ومعانا ناس مصريين، فديفنتلي الناس اللي بتتابع باللغة العربية وبتتابع مع المصريين يعني فاهمين منتاليتي المصريين وبيتابعوا معاهم، هم مصريين بالظبط زينا وعارفين ان احنا نحب المتابعة ولازم حد يكون فوق راسنا علشان نقدر نمشي على البروتوكول to reach our health goal. فاحنا بنعمل ده.
بنشغل القوة الذاتية بتاعة الجسم، وبنرجع وبنحفز الجسم انه يشتغل لوحده بدون اي كيماويات خالص. احنا بنعتمد على الناتشورال ميديسن. احنا لينا مسج اوف هيلث لاف اند ويلنس، وبيكون هدفنا في البروجرام ده ان التجربة المأساوية اللي بيكون عدى بيها الشخص نتيجة عادات متوارثينها أو أسلوب في العيشة أو even ورث حاجات من أهله ما ترجعلوش تاني. فهو الهدف الأساسي بتاعنا إن ما يرجعلوش الكانسر ويبقى كانسر لتاني مرة أو بعد 1000 شهر لتالت مرة. فإحنا مع بعض بنقدر نعدي الفترة دي إن شاء الله بسلام. أي أسئلة أي استفسارات I'm all yours طبعا. ابعتوا أي الأسئلة بتاعتكم وهرد عليكم immediately. المرة الجاية هطلع عشان أدي مور تفصيل أكتر عن الجهاز ده بيشتغل إزاي، وإيه البالسز، وإيه ريبورت اللي بيبعته ويجي لنا ريبورت من أمريكا، وإيه الجهاز اللي بيتعلق معانا عشان يدي بالسز يحفز الأورجن اللي تعبان ويقول لنا إزاي بيشتغل. all my love لكل الناس، وإن شاء الله نعيش بصحة وسعادة ونenjoy our life. thank you. متشكرة جدا على مشاهدتكم. باي باي.